سلام خوتي خواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم فيديو جديد، اخبار جديد على قناتكم فاطي شانيل. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال واموركم مزيانه، واللي شاف قناتي اول مره يشترك في القناه ويفعل الجرس، وما تنسونيش خوتي من اللايك فضلا منكم وليس امرا. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده لانتم ولوليداتكم. كنتمنى لكم الصحه والسلامه، وكنتمنى لكم طول العمر ان شاء الله. والله يعمر صدر ربي يخلي لكم صحيحتكم ويطول الله في عمركم ويخلي لكم وليداتكم ان شاء الله حتى تشوفوهم كما كتمناوهم. وكندعم معكم من هذا الفيديو. الله يعمر صدر ربي ييسر لكم وييسر لنا وييسر للجميع. وغندخل في صلب الموضوع، وغنتكلم في هذا الفيديو على الايمان باري. ايمان باري ولا ايمان باغي ولا ايمان، يعني الصديقه ديال نعيمه البدويه اللي خرجت في نعيمه البدويه طول وعرض، وبسبب المكالمة اللي دازت ما بين نعيمة البدوية وما بين سعيد ولد امهم في الغربة، اللي مشات اتصلت به، وإيمان باري ساقت لها الخبار بما راه اتصلت بسعيد ولد امهم في الغربة. وهي إيمان باري ملي اتصلت بسعيد ولدهم في الغربة كيتسحاب ليها إيمان باري، هي تصالحات اتصلت به. هي دابا إيمان باري صافي عرفات نعيمة البدوية على حقيقتها، وقالت اش ندير؟ نعتق الا كاين شي ما يتعتق، ما نبقاش تابعه هاد الهرافه، ونتابعه هاد اللي غتخليني خلاتها كما قالت هي ايمان باري. قالت درت ولاو عليا شكايات، ولاو عليا دعاوي بسببها، وكندافع عليها، وكان خسرت كاع اللي نقولوا قريب ليا خسرته على ودها. ولقاتها متصله هي بولد امهم في الغربه، هي نعيمه البدويه لقاتها ايمان باري متصله بولد امهم في الغربه هي الاولى، وكيتسحب لها ايمان باري هي راه تصالحات. اتصلت بسعيد ولد امهم في الغربه، نقولوا طلبات ليه الشفاء، دعت معاه بالشفاء العاجل، وطلبات الله يخلي لوليداته. الساعه عطات صدمات بسعيد ولد امهم في الغربه. قال ليها بما راه اتصلت بيا وطلبات ورغبات ودخلات عليه بالعار، وقالت ليها العار الى هاد المكالمه اللي تكلمت معاك ما تقولها لحد، ما تخرجها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتعرفوا وكما كتعرفوا سعيد ولد امهم في الغربه راه عنده جروب، وكاينه فيه الصديقه ديالو، الصديقه اللي كاينه معاه في الجروب، خرجات وقالت بما نعيمه البدويه اتصلت بسعيد ولد امهم في الغربه من بعد ما هو سعيد ولد امهم في الغربه فرش نعيمه البدويه بما راه اتصلت به وبما طلبات ورغبات ورمات عليه العار، بما ما يخرجش هذيك المكالمه ديالها وما يقولش بما راه اتصلت به. ولكن هاد الصديقه ديال سعيد ولد امهم في الغربه قالت بما هو رفض باش يتسامح معاها، وخا هي اتصلت به رفض باش يتسامح معاها. وهي نعيمه البدويه راه غتلقاها فرصه دابا، فرصه من ذهب، باش هو نقولوا سعيد ولد امهم في غربه لعل وعسى يتسامح معاها، يدير لها تنازل. والسيده راه كتجري ورا مصلحتها، كتجري غير ورا قضيان حاجتها. راه يكذب عليكم كذاب، هي ما غتمشات عند سعيد ولد امهم في الغربه، ما مشات عندو حتى سمعت صحاب القنوات وسمعت والتعاليق اللي جاوها بما هي راه كتشفى في سعيد ولد امهم في الغربه. دارت نقولوا هي دارت وجه كلب، وقالت اش ندير؟ ندوي مع سعيد ولد امهم في الغربه لعل وعسى نقولوا يتصالح معايا وتحيد عليا هاد الشكايات اللي نقولوا يدير ليا تنازل، يحيدوا عليا هاد الشكايات اللي داير بيا. ولكن هاد نعيمه البدويه كتجري ورا مصلحتها. وسعيد ولد امهم في الغربه كما كتعرفوا الجروب اللي داير، والصديقه اللي كاينه معاه في داك الجروب، يعني قال عارفاه بما هو اي حاجه كيسجلها، اي حاجه اي مكالمه كيسجلها كيخليها عنده كدليل. لا تعود هي نعيمه البدويه واحد الوقت تقول بما ما اتصلتش به، لا ما حشيتوش ليه، لا هذه ديك، يعني هو غادي يحط الدليل بما راه اتصلت به. وهذا الشيء اللي خلى حميد، كما كتعرفوا حميد راجل نعيمه البدويه ولا بنتها مريم وبناتها كاملين، يعني راه كانوا دايرين قطيعه معاها بسبب سعيد ولد امهم في الغربه، بسبب سعيد ولد امهم في الغربه اللي كان كيجي عندها، اللي ولات هي دايره قالت لك دراعها اليمين، دايره ولدها، دايره
ما مخلياش من جهدها، ملي كيجي عندها هو ما كاين غير العريض، وما كاين غير الماكله، وما كاين غير الشرابات، وما كاين غير الماكله والشراب، لا هو ولا الزوجه ديالو ولا ولادو. يعني بناتها بحال ولاو مقروسين من الام ديالهم من اتجاه سعيد ولد امهم في الغربه. داروا قاطعه ما بينها وما بين ما بينهم ما بين ام ديالهم. قالوا لا، اما هو واما احنا. ناضت هي يا دارت الخاطر ديال بناتها، ودارت النظريه ديال بناتها صافي، قطعت الصيله ديالها مع سعيد ولد امهم في الغربه. وهذاك هو اللي خلى سعيد ولد امهم في الغربه يجعر عليها اللي كان كاب فيها حلال وحرام. كان كاب فيها حلال وحرام، وما مخلي ما يجيب اللي ما عمرها شافتو. نعيمه البدويه جابوا لها سعيد ولد امهم في الغربه. هي نعيمه البدويه راه صاحبه مصلحتها، وخا يجيب اللي جاب، وخا يشوي الشحم على ضفار، على ضفارو ولا صباعو ولا كما كيقولوا لها. واللي داتو مو الشعور، اللي داتو القرعه ديهم مو الشعور. هاد سعيد ولد امهم في الغربه ما خلى ما دار على نعيمه البدويه، شدا من وراها. وهاد ايمان باري دابا اللي هي كتدافع عليها بكل استماته بكل شراسه، وكتدافع على نعيمه البدويه، ونهار كامل هي تسب في ناديه وتسب في ميامنه وتسب فيهم بالكلام الساقط. دابا هي غاديه نقول نعيمه البدويه غاديه دير فيها الخير اللي دارتو في سعيد ولد امهم في الغربه، ديروا في ايمان باري. يعني ايمان باري قال لي بعد كيقول لها الناس اللي داتو القاعات ديهم مشعور، اللي دا سعيد ولد امهم في الغربه غديه تيايا، غدي هاد ايمان باري اللي دابا هي دايره اللايف وانقلبت على نعيمه البدويه بسبب الاتصال ديالها بسعيد ولد امهم في الغربه. يعني بغات تبين ليها ملي هي انقلبت على، هي نعيمه البدويه بحال هي اللي انقلبت دابا على ايمان باري، ومشات تكلمات مع سعيد ولد امهم في الغربه ملي سمعته مريض. والفيديو اللي كانت دارت وكتكلم على ولدها بما مريض وعنده الحلاقه وبعيد عليا، وهذه من هنا وديك من لهي، والله يشافي كل مريض، والله يفعل، والله يترك. يعني هي بغات توصل ميساج، هي ولدها مرض غير في الوقيته اللي مرض فيها سعيد ولد امهم في الغربه، وخارجه كتقولي الله يشافي كل مريض، واللي مريض الله يقعد وسادو. يعني بحال كتوصل ميساج لسعيد ولد امهم في الغربه عن طريق ابن ديالها اسامه اللي مصيفطاه لبلادات الناس، اللي هي عندها الملايين، وجمعات الله يستر حب وتبن من عند الجاليه المغربيه، ومن عند المحسنين، ومن عند داخل الوطن وخارج ارض الوطن، وما قر فيها قرار. هي نعيمه البدويه هذا وين غدير هي الخير في ايمان باري، ولا غاديه يعني؟ ولا اني انا غادي نقول من هذا الفيديو بما الله العظيم تاع نعيمه البدويه العبرات على ايمان باري الا غزات فيها. ودابا عاد خرجات هي انقلبات عليها وبدات، وصحاب التعاليق باركين عليها في اللايف ديالها. فقتي من القلبه، ولا يلغي بلغاه، وظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. كل يعلق بكلامه، كل يقول زعما ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. زعما الحق ظهر. نعيمه البدويه عرفتها ايمان باري على حقيقتها، ورا نعيمه البدويه هي اللي دابا شاتت ايمان باري ومشات دوات مع سعيد ولد امهم في الغربه، بتخبي عليها وبلا ما تقولها ليها، ومشات عندها اللي عارفه هي يا نعيم. هي عارفه ايمان باري كتدافع عليها من جهه سعيد ولد امهم في الغربه، ومن جهه ناديه، ومن جهه خديجه. وهي مشات اتصلت به وما ما حاشته ليها، ما قالت لها راه غندير ولا غنفعل ولا غنترك، وخلاتها هي في دار غفلون. وهذاك الشيء هو اللي خرج ايمان باري على السيطره، وخرجها جاعره. واللي خرجات دابا كتكلم على نعيمه البدويه بهذيك الطريقه، وكتقول عليها فاعله تاركه، وانا غنبقى غاديه تابعه ونمشي في طريقه، وانا خسرتها ولادي، خسرت هادي، خسرت الاصدقاء ديالي، خسرت اللي كانوا قرابين لي، خسرتهم على ودها ومخليت ما درت على ودها. داكشي اللي درتي على ودها دابا راه غادي غتحني لك قصتك. نعيمه البدويه اللي ما كتعرفها مصلحتها، وكما كيقول المثال قال لك كل راه ينش على كبالته، راه كل كينش على كبالته. وهذا الشيء هو اللي طاري، وهذا الشيء هو اللي جاري. نعيمه البدويه راه كتنش على كبالتها ومصلحتها في كاينه، وفين غادي تقضي غراضها. وهي اللي بناتها وخرجات فيهم، بنتها راه جرات عليها من الدار ديالها وضربات لها الطر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما خلات ما بينات. قالت لهم هانتوما شوفوا البنت اللي كتدعى البراءه واللي كتلبس عليكم، قالت لهم كتلبس عليكم الرداء الابيض.
يعني شوفوا الكاكا في كديرها حاشاكم، شوفوا المواعن المسخين، شوفوا الزريبه ديال الحمار شنو كاين فيها، وما خلات ما قالت عليها وضربت لها الطر حتى خرجتها من الدار ودخلت للدار ودارت هذاك الفيديو. وتبعيني يا بشرى القدوري، وتبعيني يا الكاميرا، وواحد شي كلام لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وقالت على بنتها، على بنتها نعيم، على بنتها مريم، بما هي دات لها المتتبعين ديالها، دات لها المتتبعين ديالها وبغات تقطع لها قالت لك رزقها ورزق بنياتها قالت لك اللي باقيين كيقراو، واللي هي بنت البدويه هاد مريم اللي ما لقات غير عدوزتها. وقالت لولدها هي ام يامنه، قالت لولدها الحميله خنز يهزوه مواليه لايمان باري اللي كانت كدافع على نعيمه البدويه وتهاجم ناديه وخديجه وام يامنه. دابا فاقت من قلبها، شنو ما بقى ما يدار وما بقى ما يتصلح. يعني ناديه وخديجه وام يامنه عمرهم ما غيسمحوا ليها داكشي اللي قالت فيهم، في داك الضرب اللي قالت فيه اللي ضربات فيهم. ويعني وناديه الحكاكه الفاعله التاركه، واللي ما خلات من معياره في الدنيا وما قالتها فيهم. تا من المراه الكبيره تا هي سباتها، تا من المراه الكبيره تا هي قالت فيها الكلام اللي ما بعدو كلام، واللي ها ولدك تجري عليه، ها الفاعله، ها المنافقه، ها الفاعله، ها التاركه. واللي هي ام يامنه ما جابداها، ما مقربه ليها، ما كتعرفها، ما كتحاديها. ام يامنه عامره كبيره جالسه، اللي هي اللي جابت الصداع تاع عندها، هي ام يامنه هي جابت الصداع عندها. عيطات على ولدها قالت لي تعالى الحميله خنز يهزوه مواليه، وجاب معاه اللفعه الحيه، وجاب بنت البدويه. وبنات البدويه راكم عارفين راهم راه قالك في البر على فمها البنت طلع شبههم. هما بنات البدويه نقولوا غيكونوا زوينات، الام ديالهم الشلاهبيه الرهبانيه البوحاطيه راهم غيكونوا اكثر منها. واللي هي يا بنت البدويه دابا اللي خارجه في الفيديو ديالها كتبكي وكتخنن وكتتكلم على اصحاب القنوات واصحاب التعاليق اللي قالوا لا درتي الدار على ظهر المشاكل وعلى ظهر ام يامنه والمشاكل وعلى ظهر السخط اللي خليتي الزوج ديالك قاطع الام ديالو، درتي الدار وخرجات باقي فيها الحال. قالت لك باقي فيها الحال علاش قالوا عليها درتي الدار بالمشاكل وبالضرب في الاعراض. قالت لهم ما ضربت في اعراض حد، ونسات اش كانت كتقول على ام يامنه. ولان هي ما خارجاش بها التعاليق اللي قالوا لها درتي الدار على ظهر المشاكل، بها الام ديالها اللي مشات عند سعيد ودمهم في الغربه، قالت ليه دعت معاه وطلبت منه المسامحه. هذاك هو اللي بيهم، هذاك هو اللي بها هاد مريم. وتا الزوج ديالها حميد راه واحد الوقت كانوا تكلم وقال بما الا عاودت تكلمات مع هاد سعيد ودمهم في الغربه، ولا نقولوا دارت معاه شي، نقولوا شي اتصال ولا داكي، غتكون هذيك هي النهايه ديالهم ديال علاقتهم. يعني هي دابا راه غتنوض الحميد وغتقول ليه انا مشيت عنده بغيت غتجبر لها شي تخريجه، غتقول لي ما مشيت عنده ما ماني انا دابا حيرعه فيه مرض ولا يقعد. هادشي اللي غتقول ليه، غتقول لي انا راه مشيت عنده واتصلت به غير غا حيله هذيك درتها ليه واغتنمت فرصه باش يدير لي التنازل على قبل مصلحتها وعلى قبل المشاكل اللي كاينه. وحميد اللي كان حالف عليها بما عمرها بتكلم معاه راه غادي يتقبل كلامها. وكما كتعرفوا نعيمه البدويه راه طاغيه على حميد، كيف ما بناتها طاغيين على الازواج ديالهم، تا نعيمه البدويه طاغيه على حميد ومسيطره على حميد. حميد اللي غادي يشوف تيعيا وغيقول كلام نعيمه البدويه هو اللي كاين، ما غاديش يفوت كلامها، وغيقول بما هي مادام مشات عند اتصلت بسعيد ولدهم في الغربه، يعني كتخمم التاليه اللي تابعاها. يعني راه السيده غرقت مشاكل، غرقت شكايات تلودنين، غرقات الشكايات كيتقاطروا عليها بحال الشتا، وهي مازال غازيده فيه. وهاد الايامات كملاتها وجملاتها ولات خارجه تتكلم في اللايف وهي غابره ما كتبانش على مواقع التواصل الاجتماعي، كتكلم غير بالصوت والصوره ما كايناش، وكتكلم وكتشكي وكتبكي وكتقول على القنوات اش داروا فيها، هذا اش دار فيها، داك اش دار فيها. والسيده مازال محاشمه معارقه. اللي دابا بناتها راه غادي يقاطعوها، يكذب عليكم كذاب. بناتها راه دابا ديك النابته راه دايره قطيعه ما بينها وما بين الام ديالها وما بين تا خوتها مريم. لاحظتوا راه الفيديوهات ما بقاتش كتبان هاد النابته مع
مع مريم، وراه جابتهم نعيمة البدوية، لقاتهم مع بعضياتهم، بغاتهم زعما يتصالحوا، لعل وعسى يتصالحوا. دارت البسطيله، دارت عراضه، عيطات عليهم وهما جالسين، وحده تشوفك وحده تشوفك، وحده ما شايفه في وحده. وكما كتعرفوا النابته، الزوج ديالها منعم مشى بسباب مريم للسجن، وبسباب مريم اللي خرج كيدافع عليها مشى للسجن، وكتشوف هي الزوج ديالها بما ضحيه. وكيبقى منعم دابا كنعتبرو كبش فيدا ديال هاد العائله المشوهه. وكتشوف هي دابا هاد النابته كتشوف الزوج ديالها كاين في السجن، وكيدوز في السجن وهو ما داير والو، يعني زعما راه لا ضرب في الاعراض ولا ضرب في ناديه وخديجه وفي اسامه، واللي ما خلاو ما قالوا عليه اسامه بما عنده مؤخره ديال العيالات، بما هذيك المؤخره كتكون عاد العيالات كيديروها العيالات اللي كيبركوا يضربوا لهم رجالتهم فيها، ما خلاو ما قالوا في داك اللايف الفاضح. يعني هذاك الشيء كل هو اللي قالوا، هذاك اللايف الفضيح راه ما هو لايف، ما هو واحد، ما هو جوج. راه جاب قال لي من جات كيفر النار، قال لي جاتني من فمي. هي دات منعم، كون هو بقى بعيد على كل البعد على مواقع على المشاكل، كون راه كاع ما يمشي للحبس. وما حدو مع تابع ناعمه البدويه وبناتها، غيبقى من حبس لحبس. هادشي اللي كاين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.